السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بالأصدقاء والمشاهدين والمتتبعين لقناة شباب النور. يوم جديد وفيديو جديد روتيني صباحي في المزرعة. تقديم العلف للدجاج في المسرح المفتوح وحرث الأرض. في هذا الصباح الجميل يبدأ يوم جديد في المزرعة. أول حاجة أقوم بها هي مراقبة الدجاج وتقديم له العلف، لأن الدجاج يحتاج هو أيضا إلى الطاقة ليبدأ يوم جميل. نقدم لهم خلطة مغذية من الحبوب والخضر والخبز. كل هذه العناصر تقوي مناعة القطيع وتزيد من الإنتاج، سواء كان بيض أو لحم. يمكن أن نعطيهم الذرة والقمح وقليل من الزعتر وشوية ثوم مطحون، كل شيء طبيعي 100%. الدجاج كيحب المسرح المفتوح أو الفضاء المفتوح. الدجاج كيحس بالراحة اللي كيكون في مساحة واسعة كيتحرك فيها كيف ما بغى، كينقب في الأرض ويبحث عن الحشرات وبذور الأعشاب. هذه غريزة طبيعية للدجاج، كما أن الشمس كتلعب واحد الدور كبير في صحة الدجاج. الدجاج كيحب الاستحمام الرملي والجري في المسرح المفتوح. بعد ما انتهينا من تقديم العلف للدجاج ومشينا نكملوا الخدمة ديالنا، هي الحرث. الأرض خاصها تهوية
وحرث جيد باش تكون جاهزة للزراعة المقبلة. حرث الأرض بالمحراث كيخليها تجدد وتولي صالحة للزراعة. ومع كل خطوة في الحرث كنزرعوا أمل جديد وعام جديد وإنتاج جديد، وكنقولوا الحمد لله على نعمة الله. وكيدوز صباح عامر بالعمل الجيد والخير والبركة. من تقديم العلف للدجاج إلى حرث الأرض، كل وقت قضيناه في المزرعة عنده قيمة خاصة. إذا أعجبك الفيديو ما تنساش تدعمنا بلايك وتعليق وتشارك الفيديو مع الأصدقاء. وإلى اللقاء في قصة جديدة من قناة شباب النور.